السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاوز أتكلم على موضوع مهم يعني. طبعا مهم دي أنا بتريق يعني. في خبر نزل اللي على قناة الزمالك، مذيع على قناة الزمالك ومذيع مشهور كمان على قناة الزمالك، اللي هو أول اسم ألف بيبدأ بألف والتاني برضه بيبدأ بألف. المهم بيقول إن إحنا هننسحب من ماتش القمة إلا إذا الاتحاد نفذ لنا طلباتنا. إيه بقى طلباتهم؟ اولا حكام اجانب، وده حق مشروع مفيش مشكله، اطلب حكام اجانب، ده صح، حقك طالما انت اللي طالب، مفيش مشكله، وانت طرف كمان في المباراه. الطلب التاني بقى هو العجيب، ومش عارف هو بيهزر ولا بيتكلم جد ولا هما بيعملوا ايه. بيقول لك مش هنلعب غير لو حظروا اغنيه سطلانه عن جماهير الاهلي، يعني جماهير الاهلي ما تغنيش اغنيه سطلانه. طب احنا هنعمل ايه؟ هنطلع على كل الجمهور يعني نقول له ما تغنيش سطلانه، ولا نخفي الصوت، ولا نعمل ايه بالظبط؟ وبعدين ايه اغنيه سطلانه دي يعني اللي مضايقاك؟ يعني اغنيه سطلانه بقت ترند عامه طب هتسمعها في مصر ولا في افريقيا ولا في الوطن العربي؟ بقت كلها بقت منتشره، بقت ترند. ثانيا في حاجه، انت دلوقتي ده سطلانه انت متضايق منها؟ ده لو كولر عرف هيبدا بطاهر اصلا، هيبدا بطاهر عشان انت بتبدا من اغنيه سطلانه. وممكن تلاقي كولر نفسه لابس حاطط فوطه بيضه على دماغه ونازل يقول لك سطلانه. هتتوتر انت بقى وتقعد ايه؟ وبعدين ايه؟ بلاش اغنيه سطلانه دي. ده يا عم ده حتى عباس حموده ومحمود لسه يزعلوا. سطلانه ايه اللي انت هتمنعها؟ ده بقت ترند. فما تهرجوش يعني، ما استخفوش بدماغ الناس، لان في بعض الجماهير بتصدق يعني. انت عاوز تنسحب ماشي، ده حقك مفيش اي مشكله. ما تقولش انا هنسحب بكرامتي احسن لو ما حصلش اغنيه سطلانه. انت عاوز تنسحب براحتك، ما تبقاش انسحب عشان اغنيه سطلانه، حتى يبقى هي شكلها مش حلو يعني. فما استخفوش يا جماعه بقى عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.